السلام عليكم. النهارده معاكم مطبخ اسماعيل. هنعمله رز معمر او رز مبسوس. معانا نص كيلو رز، يعني كوبايتين ونص رز كده، وكوبايتين لبن، وعلبه زبادي، ومعلقه سكر ومعلقه ملح، ودي توابل كمون وفلفل اسمر، ودول معلقتين زيت على معلقتين سمنه. يلا شوف عدي فيا نجيب دول، نضيف اللبن. هو كله انا عامله كله على البارد. نحط السكر والملح والتوابل. على فكره الكمون لما بيتحط في اي حاجه مجففه اللي هي زي الرز والعدس والبقوليات والحاجات دي بيبقى حلو فيها جدا. انا بحط كمون في الرز على طول، حتى الرز العادي. هنقلبه بس شويه عشان ندوبه. ضفت هنقلبه ببعضيه بس يتشرب من بعضيه، ونركنه كده ربع ساعه ولا حاجه عبال ما الفرن يسخن، يكون هو اتشرب من بعضه شويه. الرز مغسول بس، ما تنقعوش الرز، مغسول بميه وخلاص ومتصفي كويس. يبقى انا كده هدوبه بس ببعضيه، الحاجه تدوب، السكر والملح والحاجه تدوب فيه والزبادي، وهركنه عبال ما الفرن يسخن، ياخد له نص ساعه، ربع ساعه كده ولا تلت ساعه، يكون هو اتشرب الحاجات اللي فيه دي كلها. وهرجع لكم تاني يا جماعه بعد ما طلعت من الفرن. ده الشكل الاخير. انا عاملاها صينيه صغيره كده، عايزين تعملوها في برام مفيش مشاكل، عايزه تعملي كميه كبيره في صينيه كبيره مفيش مشاكل. انا عاملاها نص كيلو بس في حلقه الصينيه الصغيره دي. هنقطعها دلوقتي ونطلعها. على فكره احنا وسعنا لها الجناب بتاعتها عشان هي سخنه لسه. تمام، هاخدها في النص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين اقسمها كده وبسم الله ان شاء الله هتطلع معانا الخرطة كويسة ان شاء الله. بصوا يا جماعة، انا طلعتها اهي. اسمي الله كده، ادي السكينة. هي سخنه بس معلش طالعه من الفرن اهي زي ما انتم شايفين. شكلها حلو قوي، شكلها حلو بجد. بصوا الرزايه برضو من تحت، والقعر بتاعها ما اتحرقش برضو عادي اهي. ماشي، يعني تحطها في الفرن من تحت، واول ما بتدخل اول ما بتتشرب بتنقليها فوق شويه، مش فوق كتير، فوق شويه عشان تدخل في السوا. شكلها حلو قوي قوي وطريه وجميله جدا.